الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. المسألة الثانية وهي عادة منتشرة عند أهل الكويت يعني لسنوات قديمة وطويلة، هي عادة الأكل قبل رمضان بيوم، يسمون القريش، وهي عادة مشتهرة عند أهل الكويت. وهذه العادة لا شك أنها عادة مخالفة للشرع، خاصة أنه ذكر الحافظ ابن رجب أن هذه العادة أصلا مأخوذة من النصارى عندهم يوم يسمونه يوم التنحيس، ومراد بالتنحيس أنهم يجتمعون قبل دخول وقت الصيام. الصيام ليس فقط شريعة الإسلام في شريعة الإسلام، وإنما هو موجود في الشرائع المختلفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان النصارى قبل يوم الصيام بيوم يجتمعون ويجمعون الطعام ويكثرون من الأكل استعدادا لزمن الصيام، وكأنهم بهذا يريدون أن أو يتصورون أنهم سيقبلون على شهر فيه جوع وفيه ظمأ. ولا شك أن الإنسان الذي سيستقبل رمضان بهذه النفسية هذا يجعله يستبشع زمن الصيام ويستثقله في نفسه. وقد ذكرت في الخطبة أن من معاني الإيمان والاحتساب أن لا يستثقل الإنسان زمن الصيام. فهذه العادة ينبغي حقيقة أن يتركها الناس يأنفون عنها، حتى لا يكونون من دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا فقط للتنبيه والتنويه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.